طب هنا بقى بيحضر لي سؤال، احنا لو ليه يا سياده النائب انتوا دايما تسالوا الحكومه، تستجوبوا الحكومه، ما بتسالوش الناس ليه؟ ما بتسالوش رجال الاعمال ما تتبرعوش ليه؟ ما بتسالوش يعني القادر على ان يسهم في حل مثل هذه الازمات ليه؟ احنا الاداه الرقابيه بتاعتنا بتبقى على السلطه التنفيذيه. الاشكاليه اللي موجوده زي ما الدكتور تفضل قال، المنظومه والنظام لا يعظم من شأن البحث العلمي، فلازم انا اساله اذا النظام لم يعظم من شأن البحث العلمي في مصر، خلاص ده هينعكس على ايجابيه وتفاعل المؤسسات الاخرى والشركات ورجال الاعمال. ولذلك احنا عايزين نقول ايه هي الاسباب الرئيسيه عشان نبتدي نخرج للحل. بس انا خلينا هناخد بس اتصال من لندن ونرجع نعرف الاسباب الرئيسيه في الحته دي لحسن افهم غلط. هنرجع للحته كده يا دكتور، هنعرف الاسباب الرئيسيه بس بما ان هي عده اسباب، فخلينا بس ناخد اتصال لندن ونرجع لحضرتك. معانا الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا. مساء الخير دكتور عصام. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور عصام. عايزين نعرف يعني العلماء المصريين الموجودين ومتميزين جدا في مواقعهم في الخارج، ازاي ممكن توظيفهم بحيث انه مصر ايضا تستفيد منهم؟ والله ده سؤال ممتاز، وانا جيت مصر اكتر من مره عشان نتكلم في هذا الموضوع. احنا عندنا طبعا، انا اسف انا ما كنتش عارف انتوا بتتكلموا في ايه، لكن انا هدخل كده بسرعه على طول. احنا عندنا مشكلتين، مشكله التعليم والعلم ومشكله البحث العلمي. احنا بنتكلم في البحث العلمي. البحث العلمي مرتبط بالعلماء بتوعنا اللي موجودين. احنا عندنا مئات بل آلاف من العلماء المصريين اللي ممكن ينقلوا مصر نقلة نوعية بطريقة في منتهى السهولة وفي منتهى السلاسة، وموجودين بره. ازاي بقى ازاي يعملوا ده؟ يعني الناس دي كلها يعني ممكن جدا الحكومة تساعدهم. يعني احنا عندنا وزارة تعليم عالي وبحث علمي، الوزارة دي ممكن جدا ان هي تتصل بيهم، واحنا نفسنا ممكن ان احنا نساعدهم في هذا الموضوع، وينزلوا مصر دوريا ويبداوا ان هم يعني يساعدوا الدولة في حاجات كثيرة جدا. احنا عندنا مشاكل مية، وعندنا مشاكل يعني حاجات ممكن الواحد يقعد يتكلم فيها من النهارده لبكره. احنا ما عندناش بحث علمي، ما عندناش منظومة تضبط هذا البحث العلمي. يوم ما يكون عندنا هذه المنظومة، ويوم ما يعني الحكومة بتاعتنا تبص بتفكير سليم بالنسبة للعلماء بتوعها اللي موجودين بره، البلد ممكن تتغير خالص. ازاي بقى؟ يعني انت عايز الدولة تبص لكم ازاي؟ الدولة في منتهى البساطة تشوف وتعرف في كام عالم بره، والعلماء دول مشيوا ليه، وممكن يرجعوا ولا لا. وبعدين انا ما بقولش ان هم يرجعوا على. طب دكتور عصام، انا عايز حضرتك تبقى معانا لحظه واحده اسال دكتور هاني، عندنا احصاء بالعلماء الموجودين بره واسمائهم وتخصصاتهم وجامعاتهم؟ الرقم بالظبط لا مش موجود يعني، انما في طبعا يمكن يعني زي ما ذكر الدكتور عصام في اتصال بكثير من العلماء. يعني في برنامج في اكاديميه البحث العلمي اللي هو اسمه التوكتن، ده اللي هو بيستفيد بالعلماء اللي موجودين بالخارج، وبيمول انتقالهم الى مصر، بيدفع تذاكر الطياره والاقامه بتاعتهم والالتحام بالجامعات ومراكز البحوث في مصر. ده البرنامج ده موجود فعلا، شغال بقى لي حوالي دلوقتي 15 سنه. دكتور عصام اتفضل عشان نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يعني اللي انا عايز اقوله ايه، وانا برجو ان احنا نبص لموضوع علمائنا في الخارج وعلمائنا في الداخل. يعني العالم اللي في الخارج ده لما يجي ينزل مصر بيساعد البلد، وفي نفس الوقت بيتعلم من زميله العالم اللي موجود داخل البلد، والعكس صحيح. طب بصفتك رئيس اتحاد المصريين في اوروبا، عندك احصاء بالعلماء المصريين الموجودين في اوروبا؟ والله ما عندناش احصاء كامل، لان احنا ما عندناش احصاء على عدد المصريين الموجودين في الخارج. ما حدش يعرف. لا، عدد العلماء انا اتكلم عن العلماء في اوروبا يا دكتور. العلماء اللي موجودين يعني مثلا في اوروبا تحديدا يعني 400,000. عندنا مثلا لا يقل عن من 20 ل 25,000 عالم. عندنا دي فين؟ عندنا دي فين؟ نعم. عندنا دي فين؟ اوروبا اوروبا كلها نقدر نقول؟ ايوه، لان هم مش متركزين في كل اوروبا، هم موجودين تقريبا في 14 دولة اوروبية. العلماء بتوعنا حوالي من 20 ل 25,000 عامل في كل مجالات. ابرز التخصصات ايه يا دكتور؟ يعني عندنا مثلا تخصصات الحاجات الالكترونية، الطب، الهندسة، الفلك، في عندنا حاجات كتير جدا، المية، في عندنا حاجات التلوث البيئي اللي عندنا، في ناس كتير جدا موجودة بره.
والكلام ده كله مرتبط بالبحث العلمي. يعني احنا ممكن نربط الاثنين مع بعض، زي بعض دول صغيرة موجودة حتى في إسرائيل مثلا. البحث العلمي في إسرائيل متقدم جدا. في مصر عندنا، مع اننا عندنا وزارة مخصوصة لها، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البادجت بتاعنا البحث العلمي في مصر ما حصلش نص مليار. تمام. هو نرجع نقول بقى، ما هو حسب كل دولة بتصرف قد ايه، وعلى هذا الاساس بنشوف مين اصبح متميز اكثر في المجال. يعني شكرا حضرتك جدا دكتور عصام عبد الصمد. يعني احنا للاسف ما بقاش عندنا وقت. عاوز بس ارد عليه. نكثف طيب وناخد دقيقة. معلش عاوز ارد. هو النايب هيكمل بس كلامه كابتن النايب ونرجع لحضرتك. انا عايز بس اكد على نقطة ان من الخطأ ان ما يكونش عندنا ارقام، لان مش معقولة احنا هننهض بمستوى البحث. ده في اوروبا ما عندهمش ارقام. لا هنا يعني وهناك كمان رئيس اتحاد المصريين. انت مش بتسال جهه مختصه. الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء قال ان في امريكا 318,000، في اوروبا وامريكا 400,000، وحدد اعلى التخصصات في الطب والهندسه والفيزياء. يعني دي معلومات موجوده، ازاي ما يبقاش عندي الراجل قال 25,000 معلومات؟ معلش لا، الراجل ممكن يكون محتاج، انا باخد من جهاز، واذا ما كانش موجود يبقى ده خطر. النقطة الثانية ان انا عايز اقول، احنا زي ما قلنا دي منظومة لها اسباب، واحنا استقرأنا من الضيوف بعض الاسباب وقلنا اسبابها. المناخ العلمي غير متوفر، الدعم الادبي والامكانيات مش موجودة، المكانة الادبية اللي بيحظى بها هذا العالم مش موجود، مناخ الحرية ذات نفسه، لان الراجل العالم تتصور ان طلب الاحاطة اللي حضرتك عملته ان شاء الله يحرك شيء يعني في الامور او يناقش في الدوره البرلمانيه القادمه؟ احنا حطينا بعد اذن حضرتك، حطيت ليه نموذج لعالم كان سافر طبيب الى امريكا بيحضر الدكتوراه، وهذا الرجل وصل الى بحث بحيث ان هو اكتشف مصل يقدر يعالج مرض الفيروس سي اللي موجود بيصيبه عدد كبير من المصريين. كراجل قاعد يفكر لهم الشعب المصري. كويس، ده نموذج. كاد ان هو يوصل الى هذا، كان ناقص له حوالي 6 شهور عشان تجربته تبقى ناجحه، لانه بياخد وقت، فضل فيها 10 سنوات. امريكا قالت له انت التاشيره بتاعتك خلصت، عايز تمدها هات لنا جواب عشان نمد لك التاشيره سنه. فطلب من وزاره التعليم العالي، التعليم العالي رفض، بعت لينا في مجلس الشعب. تقدمت انا ومجموعه من الزملاء بسؤال لوزير التعليم العالي، قلنا الراجل بعت ابحاثه، خد شوف اعرض ابحاثه على المختصين، شوف الكلام اللي بيقوله صح ولا غلط. قال لي انا ماليش دعوه، في مجلس الشعب ده روتين عندي، خلص مدته هيجي. طب ده هيضيع كل اللي بس هو قال تصريح مؤخرا قال ان انا هنسف الروتين في التعامل مع العلماء والبحث العلمي. دكتور هاني، هل تعتقد ان ممكن يجي يوم عندنا ننسف فيه فعلا الروتين ونقدر البحث العلمي ونصل بيه ونضعه في مكانته؟ لازم ما فيش يعني، لازم دايما باستمرار هيجي يوم كويس ويوم حلو، شيء طبيعي. انا دايما متفائل. احنا اتكلمنا عن بحث علمي، هم 4 حاجات لو احنا عايزين يبقى عندنا بحث علمي في مصر قوي جدا نذكرها، اللي هم القواعد الاساسيه بتاع نجاح البحث العلمي: الاداره، التمويل، العقول، التسويق. لو وفرت ال4 حاجات دول هيبقى عندك بحث علمي قوي جدا زي اي دوله قويه في العالم. تمام. دكتور هتفضل. انا عمري ما هتكلم على الانديفيدوال ورك، العمل الفردي. دكتور هاني بيتكلم على المركز القومي للبحوث. المشكله ليست مركز قومي للبحوث ولا جامعه القاهره ولا جامعه انديفيدوال، كل ده عمل انديفيدوال، لكن المنظومه من خلال خطه قوميه سياديه بتضع المعايير بتاعتها اللي تضمن بيها معدلات تنميه من البحث العلمي. دي حقيقه. بس كنت عاوز ارد على الدكتور عصام، بيقول استعانوا بينا من الخارج. طب ما احنا مستعانين بيهم من الخارج، انا مصري ووطني، واحنا عندنا آلاف العلماء هنا اللي موجودين في مصر قادرين على نقل المنظومه وتطوير مصر وتحديث مصر، مش منتظرين يجي من الخارج. ليه؟ دليل على كده ان اللي موجودين من الخارج جايين من خلال منح مموله من امريكا ومن الاتحاد الاوروبي في مصر بمشروعات مشتركه ولا جدوى، بتتوزع مكافآت زي ما الدكتور هاني قال بدون جدوى وبدون عائد استثمار على مصر نهائي. دي دليل على هذا الكلام. أظن يمكن واضح أن هناك ما يدعو للأمل والتفاؤل بالضبط. كثير جدا من كلام السادة العلماء. عندما نجلس إليهم نسمع إلى أرقامهم، نظراتهم، قدراتهم، رغبتهم في التطوير، ما بيقولوش كلام في الهوى، ولكن تبقى حقيقة أو ضرورة
أن يشارك رجال الأعمال، ليست الحكومة وحدها، الحكومة سبب شقاء أحيانا ولكن ليست كل الوقت. نحن أيضا ممكن أن نسهم في الحل. هل يمكن أن يكون لدينا رجال أعمال ينفقوا 10% بس من قيمة حملاتهم الإعلانية على المركز القومي للبحوث، وساعتها سيادة النائب هيعمل لهم شكر في البرلمان؟ انا متاكد كل مراكز البحوث بقى بعد كده معاكي ريهام في اليومين دول، وجلسه ممتعه جدا. شكرا ليك، نشكرك طبعا يا الزميل ناصر القفاص، وبنشكر الساده الضيوف اللي كانوا معانا النهارده. شكرا ليكم طبعا جميعا.